ان هو ليه حته ارض في القدس. انا ربيته على كده هو واخواته. طب هي انهي حته يا ابي؟ يا ابني لما تحرروها هتعرف هي فين الحته بتاعتك وتروح تاخدها. ده انا مربي ولادي على كده، ان القدس دي بتاعتهم وليهم فيها حته ارض، ليهم فيها بيت، ليهم فيها مزرعه، ليهم فيها اي مكان ولو مكان قدم واحد. ده معنى يا جماعه ان القدس عقيده وليست القدس مدينه. احفظوا الجمله دي ورددوها وعلموها لاولادكم. ليست القدس مدينه انما القدس عقيده. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كيف تحررت القدس؟ كتير ناس بيسألوني امتى وازاي تتحرر القدس؟ تتحرر القدس لما يحصل حاجتين: قائد مسلم يريد ان يحرر القدس، وأمة مسلمة تسير وراء هذا القائد. قائد مسلم يريد أن يحرر القدس. لا يوجد على ظهر الأرض الآن قائد مسلم يريد أن يحرر القدس. ولما أقول قائد يعني رئيس أو ملك، مش ما تعملوش صفوة حجازي قائد، لا، صفوة حجازي مش قائد ولا هو قائد بلا سلاح، لكن أقصد بالقيادة رئيس دولة أو ملك دولة. لا يوجد رئيس دولة ولا ملك دولة يريد أن يحرر القدس. وبقول الكلام ده وأنا عارف بقول إيه، وعارف الكلام ده هيوصل مصر ويوصل كل حتة. لا يوجد رئيس ولا ملك مسلم على وجه الأرض يريد أن يحرر القدس. لو وجد وأراد لحاول وفعل. حد من الموجودين بعد فيصل، ملك فيصل عليه رحمة الله، انقطع من يريد أن يحرر بيت المقدس. ملك فيصل رحمه الله يرمي لي شيخي شيخ عطية محمد سالم رحمه الله، وكان قاضي قضاة المدينة المنورة، وكان حاضرا في هذا المجلس مع الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله مفتي المملكة العربية السعودية سنة 73. وهذا الكلام منشور في الجرائد وفي الصحف ومعروف، لكن أنا أنقله بالسند المتصل. حدثني شيخي عطية محمد سالم قاضي قضاة المدينة مالك الصغير، كان يلقب بمالك الصغير، أنه حضر وشهد وسمع وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر دخل على الملك فيصل في الرياض، وكان الملك فيصل هو الذي يقود معركة قطع البترول واستخدام البترول سنة 73. دخل هنري كيسنجر وبعد الحرب، يعني مع الحرب بتاعت اكتوبر خلصت، لكن فيصل ابقى على البترول مقطوع عن الغرب مده. فراح له هنري كيسنجر فقعد يتكلم معاه في قطع البترول وسلاح قطع البترول ولا بد من اعاده، وفيصل يقول له ابدا لا يمكن حتى يأذن أنور السادات. فهنا كيسنجر بيقول له يا جلالة الملك، إن طائرتي في مطار الرياض لا تستطيع أن تقلع لأنها تحتاج برميل من البترول، فهل تأذن وتأمر بأن يتم تزويد طائرتي بالبترول؟ وبيضحك هنري كيسنجر. وكان الملك فيصل يعني ينظر إلى الأرض ومطأطئ رأسه، فرفع رأسه ونظر إلى هنري كيسنجر
نظرة تحدي وقال له: معالي وزير الخارجية، أنا ملك عجوز بلغت من العمر أرزله، وكل أمنيتي في الحياة أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فهل أمرت اليهود أن يخرجوا من المسجد الأقصى حتى أصلي ركعتين ثم أعود فأملأ طائرتك بالبترول؟ هو ده فيصل.